الهيومرال اميونيتي بتبتدي ببي سيل. البي سيل دي موجود على السيرفس بتاعها اميون ريسبتور. اميون ريسبتور البي سيل دي بتقابل الباثوجين لاول مره، تتعرف عليه، ترتبط بيه، وبحركه كده تقدر تاخد الانتيجين بتاعه وتدخله جواها. طيب لما الانتيجين يدخل جواها هيلاقي فيه بروتين موجود جوه اسمه الام اتش سي. بروتين الام اتش سي او الميجور هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس بيرتبط بالانتيجين جوه البي سيلز في السيتوبلازم بتاعها، وبيطلع يقعد على السيرفيس اوف بي سيل از ام اتش سي انتيجين كومبلكس inside the B cells. at the same time في نفس الوقت بيكون في ماكروفيج بيعمل حاجه تانية، بيبتلع سيل تانية من الميكروب. والميكروب مش داخل بسيل واحده، الميكروب داخل بسيلز كتير. الميكروفيج بيعمل انجلفنج للميكروب، بيبتلع الميكروب. جوه الماكروفيج في اورجانيل كده اسمه لايسوسوم. اللايسوسوم من سنه اولى كده واحنا عارفين ان هو في مجموعه من الدايجستيف انزيم ساك جواها دايجستيف انزيمز، وهيجي اللايسوسوم يصب كل الدايجستيف انزيمز عليه، فيحللوا يحللوا يهضموا يحولوا لفراجمنتس، يحول الانتيجين بتاعه لفراجمنتس، وبعدين هياخد الانتيجينز دي ويربطها مع بروتين اسمه برضه ام اتش سي موجود جوه الماكروفيج، ويطلع الام اتش سي انتيجين كومبلكس على السيرفيس بتاع الماكروفيج. بس الماكروفيج مش هيكتفي ان هو يبريزنت الانتيجين وذ ام اتش سي بس على السيرفيس بتاعه، لا ده هيقدمه لخليه اخرى اللي هي التي اتش. التي اتش هترتبط بالام اتش سي انتيجين كومبلكس بريزنتد باي ذا ماكروفيج عن طريق الريسبتور بتاعها اللي اسمه تي سي ار او تي سيل ريسبتور، ويحصل لها اكتيفيشن. طب الاكتيفيتد تي اتش هتروح بعد كده ترتبط مع البي سيلز اللي كان على السيرفس بتاعها في الاول الانتيجين، وتبدا تنتج في انترليوكنز. الانترليوكنز هتنشط، هي مواد كيميائيه هتنشط البي سيلز، فالبي سيلز تبدا نشاطها بالديفيجن والديفرنشيشن، تبدا تنقسم ويحصل لها ديفرنشيشن انتو تو سيلز. في نوع من البي سيل اهو هيبقى اسمه بلازما بي سيلز، والنوع الثاني هيبقى اسمه ميموري بي سيلز. الميموري بي سيلز تقعد في الدم من 20 ل 30 سنه، عارفه معلومات الباثوجين وهتبدا تاكت بسرعه جدا لو نفس الباثوجين دخل الجسم مره ثانيه. اما البلازما بي سيلز هتبدا تنتج انتي بودي سبيسيفيك لنوع الميكروب اللي احنا قبضنا عليه في الاول.